رسالة إلى كل زوجة مسحورة ومحسودة، رسالة إلى كل مسحورة ومعيونة، وأخص فيها النساء المتزوجات أكثر من الرجال نظرا لكثرة الإصابة فيهن عن غيرهن. قبل أن أخوض في تفاصيل هذا الموضوع، وهو كارثة السحر، لأنه بالنسبة لي مأساة حقيقية وكارثة عظمى، وذلك من خلال ما عايشته فترة العلاج للحالات المرضية من المسحورين والمسحورات. بودي أن أحيي كل مبتلى ومبتلاه تجرعوا من كأس السحر جرعات سامة، وإني والله أعتبر السعي للتخلص من هذه الآثار ومن هذه الجريمة جهادا كبيرا وأجرا عظيما، خاصة حين يكون السحر قديما وقد تشعب في الجسد أيما تشعب. فالمسحورين إذا بلغ بهم المصاب وتمكن منه البلاء فتجدهم أجسادا بلا أرواح، وعقول بلا أدمغة، وحواس بلا حياء إلا من رحم الله، أحياء وهم أموات، فتجد أنه خسر وظيفته وطلق زوجته وتشتتت عائلته وتفرقت أسرته وأصبح بلا عمل وعالة على أهله وأسرته والمجتمع. وكذلك بالنسبة للمرأة، طلقت من زوجها وخسرت وظيفتها وتشتتت أسرتها وضاع أطفالها، ناهيك عما يسببه من أمراض عقلية ونفسية وروحية وجسدية وعضوية وأورام وسرطانات، ومن ثم قد يؤدي إلى الموت والهلاك والدمار والضياع. فلا غرابة عندما شرع الإسلام حد الساحر ضربة بالسيف. فعن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف. والحديث في كتاب السنن الكبرى والمستدرك على الصحيحين وسنن الترمذي. الساحر أخطاره عظيمة، فقد يتعاطى ما يحصل به موت الإنسان، وقد يتعاطى ما يفرق الزوج عن زوجته، وقد يتعاطى أشياء تضر الإنسان ضررا بالغا بينا واضحا، فأضراره كثيرة وشروره عظيمة. وهو كافر كما قال الله تعالى عن الملكين: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فدل ذلك على أن الساحر يكفر متى تعلم السحر أو عمل به. إن جريمة السحر لم تكيفها القوانين الوضعية، لكن الشريعة السمحاء خصت لها وافرا من الاهتمام والتفصيل، وصنفت هذا الفعل الحرام بأنه من الكبائر وهذا الإجرام من العظائم. فهنيئا لكل من ابتلي بالسحر، فالأجر كبير والمغفرة أكبر عند الله. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وقوله: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله أعلم بنا من أنفسنا، فبلاء دون بلاء ومصيبة دون مصيبة. والمواضع كثيرة في القرآن الكريم تكلمت عن السحر، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على إقرارية هذا الأذى، والذي هو في حقيقته ابتلاء من الله تبارك وتعالى لحكم عديدة، منها اختبار صبر المسحور والمسحورة في كيفية تعاطيهم مع هذا الابتلاء، واختبار صبرهم في طريقة تقربهم من الله تعالى طلبا للشفاء. لا أخفي حقيقة أن هذا الابتلاء عظيم لما يحدثه من آفات اجتماعية وصحية ونفسية، لذلك أهنئ كل من ابتلي بهذا الابتلاء وصبر واحتسب ووكلت أمرها إلى الله تعالى. فالسحر على اختلاف أنواعه، سواء كان مأكولا أو مشروبا أو مدعوسا أو منثورا أو مرشوشا أو مشموما أو مدفونا، فيه من الخطر الكبير والمؤثر على صحة المسحورة، خاصة إذا كانت حامل أو مرضع، وإذا كان هذا السحر مأكولا أو مشروبا منه بالدرجة الأولى، لأنه يؤثر على صحة الإنسان بشكل مباشر وخطير. فكم من طالبة نجيبة ومتفوقة في دراستها فقدت وعي عقلها الذكي بسبب السحر، وأصبحت لا تعي ما تقول. وكم من معافى في بدنه أصبح يشكو مرضا مزمنا ومستديما في جسمه كمرض السرطان، والأخص سرطان الدم والثدي عافانا الله. وكم من زوجة تحولت حياتها إلى جحيم لتنقلب مسيرتها رأسا على عقب. وكم من مدللة في بيت الدلال أصبحت منبوذة بمعنى الكلمة ليكرهها الأهل والأصدقاء والأوفياء ممن عرفوها قبل أن تصاب بالسحر. صدقا هو جحيم لا يوصف في مظهره، ولكن في لبه هو ابتلاء بمشيئة الله تعالى. ويجب أن تؤخذ الأمور في الابتلاء بالتقبل والصبر والرضا بقدر الله دون ما تسخط أو رفض. ويجب المسارعة للأخذ بالأسباب، وأسباب العلاج والشفاء واضحة وهي بيد الله تعالى، كالعلاج بالرقية الشرعية وزيارة بيت
بيت الله الحرام لشرب ماء زمزم بنية طلب الشفاء بكل يقين من أن الله هو الشافي المعافي، ليبقى رفع الأذى والضرر بميقات من الله وبسبب من الأسباب، ولا داعي لاستعجال الشفاء، فكل ذلك عند الله في أوانه، وليس على العبد إلا الصبر والاحتساب. ولولا هذا البلاء ما تقرب العبد إلى الله بقراءة سورة البقرة، ولا ملازمة الأذكار، ولا المحافظة على الصلوات، ولا فعل الطاعات، ولا الانتهاء عن المحرمات. لكن ما يلاحظ عند بعض المبتلين بأن هذا الابتلاء في بعض الأحيان علامة اليأس من الشفاء أو في فك السحر، خاصة عندما يطول زمن العلاج، فلم العجلة ما دام الأمر مقدرا من الله تبارك وتعالى. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان الرسول يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله، وهذا ثابت في صحيح البخاري. صحيح أن ضرر السحر من أعظم المصائب لما له من تأثير على عقل وسلوك المسحورة، ولكن إن صبرت فالأجر عظيم من الله تعالى، ومن منا لا يرضى بأمر الله وثوابه في جنات النعيم. ثم مآل العبد، وهذه الأمة في النهاية هو الموت، فالعبد حين يرحل عن الدنيا يخلف وراءه أهله وماله وصحبه، ويأتي إلى قبره دون ما أنيس من البشر، ليبقى عمله الصالح وأنيسه، فكيف للعبد أن يأسى على ما فقد؟ وبالمرة ألا يحب المؤمن والمؤمنة أن يبتليهم الله بعد أن يختارهم ليخوضوا غمار الابتلاء بحكمة متناهية فيها من البطولة والمغامرة، من التحمل والصبر ما قد لا يقدر عليه غيره. والله عز وجل إذا ابتلى عبد أعانه فيسخر له من الأسباب الشرعية أو من يعينه أو يدله أو يوجهه. عن صهيب الرومي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. ولعلي هنا أهمس في أذن كل مسحورة متزوجة بالأخص أن تجتهد على نفسها بالعلاج، وذلك لنفسها أولا، ثم لزوجها، ثم لأبنائها. فالرجل قد يضيق ذرعا، أو قد يكون خلقه ضيقا لا يصبر أو يتحمل أو يتصبر، وحينها قد يلجأ إلى الزواج بامرأة أخرى، وهذا جائز وحلاله، ولا يستطيع أحد أن يمنعه أو يعارضه، ولكنها ستكون مصيبة للمرأة، مصيبة على المرأة، مصيبة على مصابها الأساسي. فرفقا بها أيها الرجل، رفقا بهذه المرأة، ولا تكسر قلبها مرتين، كن معها ولا تكن عليها، وآزرها في محنتها، وكن بجانبها، فقد تكون أنت في مكانها في يوم من الأيام، وهي في مكانك، فلن تجدها إلا صابرة متصبرة مؤازرة لك في محنتك بإذن الله تبارك وتعالى. والمؤمن يبتلى على قدر إيمانه كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم، وليس على المؤمن أن يكره ما يصيبه من ابتلاء. صحيح في البداية الابتلاء على العبد والأمة وعلى المبتلى عموما قد يكون عظيما، والمبتلى لا يدرك أنه في امتحان واختبار، فتصدر منه سلوكيات منافية للخلق السوي، كالعصبية الزائدة، وهجر الأحباب وقطيعتهم، والتسبب لهم في الأذى سواء اللفظي أو المعنوي دون قصد منه ودون ما أي تبرير واضح لسلوكه، خاصة وأنه قبل الابتلاء لم يأتي بمثل هذه الأفعال، ولكن بعد أن يسارع في العلاج بالطرق المشروعة والمنصوص عليها شرعا كالرقية والحجامة ومداومة قراءة القرآن الكريم والأذكار الشرعية، تظهر عليه علامات التحسن في جسمه وسلوكه والاستحسان من مقربيه، فيستعيد علاقاته ويشفى من أسقامه، ويتعافى في جسده وفي عقله، ليصحو من غفلة أو سبات عميق من الأوهام والوساوس والهواجس، فيدرك بنفسه أنه كان مغلوبا على أمره. وأرى أن على من يتعامل مع المسحور أو المسحورة ضرورة التفهم والعفو والصفح، وخاصة من أهل بيتهم والمقربين لهم، وإن كان الله تعالى هو من يحول المحنة إلى منحة ليظهر أثر نعمته جليا واضحا، فلله الحمد دائما وأبدا. ومن جهة أخرى لا داعي للاستهزاء أو السخرية
من ضعف المبتلى بالسحر. فمن يدري فقد يبتلى هؤلاء بنفس الضرر ليغدو بلاء لهم، لأنه في يوم من الأيام بدر منهم سلوك التعالي والتكبر والضحك على المبتلى بالسحر، وهذا خلق غير محمود، أو أنهم ينكرون ويصدوا عن هذا الأمر، وأنه من الخزعبلات والخرافات القديمة، فكم من منكر أصيب به والله أمام عيني. أقول دائما للحالات التي عندي فترة جلسة العلاج: تذكري أختي الكريمة، أنت هنا ساعة وخرجت بكامل قواك العقلية، بينما الآن في هذه الساعة امرأة الآن تأخذ جرعة كيماوي، أو امرأة الآن تقوم بغسيل كلى، أو امرأة الآن يجرى لها عملية والله أعلم قد تفوق وقد لا تفوق، أو امرأة الآن تحاسب الآن وهي في قبرها. والله نعمة أن يدخل الإنسان دورة المياه وأنتم بكرامة ويقضي حاجته دون الحاجة إلى أحد أو مساندة أحد أو يتكشف عليه أي أحد، سواء رغب في ذلك في أي وقت أو في منتصف الليل. لكن لو كنت معاق واحتجت إلى قضاء حاجة في منتصف الليل وكل من حولك نائم، تخيل هذا الموقف. هنيئا للمبتلين، هنيئا للصابرين، هنيئا للمحتسبين. مع كل هذا هنيئا للعائدين إلى الله وقت الابتلاء، ثم هنيئا للمنتصرين بفرج الله، فالله فوق كل شيء ويعلم خائنة الأعين وما تكنه الصدور. فلا داعي للقلق ولا داعي للحزن على ماض ولا، فيكفي أنه أصبح ماضيا ومباركا للمبتلين بغد مشرق بالأمل والتفاؤل. فلكل مبتلى ولكل مبتلاه بالسحر مع جموع المبتلين طوبى لكم والله هو الناصر. وتذكروا أن المرض الروحي لا يقاومه ولا يعالجه بالدرجة الأولى إلا العلاج الروحي، أي الرقية الشرعية والطب النبوي، وخاصة سحر التفريق، وهي للمرأة المتزوجة ولكي تتنبه كيف تتعامل بشكل أمثل مع زوجها الصابر عليها وعلى ظروفها. فأحيانا بعض أخواتنا لا يقدرن ما يمر به الرجال من معاناة، بل ربما يزدن الطين بلة. أختي الكريمة، قللي من كثرة الشكوى، فهذا ابتلاء وهذا صبر واجب عليك ولك الأجر بإذن الله تعالى. فالتأفف هو أول علامات قلة الصبر وعدم القبول بالقدر والنصيب، والخوف هو أن يصبح هذا التذمر صفة ملازمة لك، فلا يخلو حديثك من هذا التأفف والتذمر في المجالس والاجتماعات. صحيح أنه من حقك التعبير عن ألمك ومخاوفك وتوقعاتك وهمومك، ولكن في حدود المعقول. وتأكدي من أن زوجك يعاني كما تعاني لإصابتك وربما أكثر، ولكن معروف أن الرجل كتوم في مشاعره ولا يظهرها. أما أن يتخلل دوما حديثك أو مجلساتك كلمات تذمرية لاذعة لا تغني ولا تسمن من جوع، فهذا ليس مستساغا على الإطلاق، وقد يملك كل من حولك لكثرة التشكي والتذمر. أختي الكريمة، احرصي على العلاج وتقبليه وداومي واصبري عليه، فالصبر أفضل علاج للاضطرابات بأنواعها، وقد يكون فيه الشفاء بإذن الله. ولقد ذكر الله تعالى فضل الصبر في القرآن، وأضفى على الصابرين أعلى الدرجات وأشرف المقامات: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقوله: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أختي الكريمة، احذري من استفزاز زوجك بسبب وساوس الشيطان، فهناك 1000 طريقة لتكوين الصفات الطاردة للزوج وجعله يشعر أن بيته الذي من المفترض أن يشعر فيه بالراحة والاستقرار قطعة من جحيم، بيت يغيب عنه التفاؤل والأمل كما تغيب الشمس عن أحد البيوت فتلتهمه الأمراض. لا تلجئي إلى أساليب الصمت السلبية لإشاعة جو النكد في البيت، فما أن يدخل الرجل إلى بيته حتى تداهمه الكآبة عندما يرى وجه زوجته الغاضب المتذمر الحاد المتجاهل الصامت، فطريقة الرجل في التعبير عن كآبته تختلف بواقع الحال عن طبيعة المرأة، ولا يملك إلا الغليان والانفجار. وهكذا تكونين نجحت في استفزازه لإشعال الحرائق وحرمان زوجك من الشعور بالاستقرار والسلام والإحساس بذاته، ومن ثم يحصل الفراق والطلاق، وهذا هو هدف الشيطان. أختي الكريمة، لا تنسي نفسك وتهملي مظهرك بحجة المرض والعلاج، فلك أن تتخيلي ماذا يحدث حينما تطبق المرأة برنامج علاجي يتضمن الاتهان بالزيت وحجامة وخلافه. لا تنسي أبدا
أبدا أن لزوجك عليك حق، فاحرصي على تجديد مظهرك حتى يراك كأجمل امرأة في العالم، واهتمي بمظهرك وزينتك في بيتك لزوجك، وتزيني له بكل ما تملكين من نفيس وغال، لتكوني في أجمل حلة وأبهى زينة وأحسن شكل ومنظر. اقبلي بقدرك وكونك مبتلاه، وأننا لو دققنا في أعراض مرض المسحورات لقلنا كيف يصبر الرجل على هذا. وتقبلي فكرة أن الزوج قد يفكر في اتجاه الزواج من أخرى إذا لم تستطيعي إيفاء حقه الشرعي، وحتى لا تأثمي وتتحملي إثمه أمام الله تعالى أبري ذمتك منه. وقد يصبر على عدم طلاقك بسبب ما فيك، فلا تقفي أمامه إذا أراد ذلك مع الإبقاء عليك. أنا لا أطالبك بضرورة القبول والفرح بأن زوجك سيتزوج عليك بأخرى، فطبيعة المرأة ترفض هذا أصلا، إذ أن ذلك الشعور من الطبيعة والجبلة التي خلقت عليها. ولكن ينبغي في الوقت ذاته عدم تحميل الأمر أكثر مما يحتمل، فالرضا شيء والقناعة شيء آخر، فالرضا شيء والقناعة شيء آخر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.